واحد اتنين تلاتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وميري كريسماس، ويا رب تكون 2019 حلوة على الناس كلها كلها كلها، وتكون 2018 يعني عدت على خير كده. 2018 كانت سنة عندي كبيرة وكلها مشاكل وكلها ضغوطات، لأن كنت في ثانوية عامة لتاني مرة، لأن أنا كنت أجلت ثانوية عامة لأن كنت عملت حادثة. فبلاش نحكي الحادثة علشان الحادثة دي أمر مؤثر شوية. فلما أجلت ثانوية عامة فعدتها تاني في 2018، فكان الموضوع متعب بالنسبة لي. يعني خلصت ثانوية عامة في نص 8 كده، يعني النتيجة طلعت وكل حاجة في 8. بدأت أعمل فيديوهات بقى، عملت فيديوهات سيجارة، الفيديو ده حقق حاجات حلوة وفيو كتير جدا. لما لقيته في ناس كتيرة بترد عليه أو عجب ناس، فقلت أما أعمله، بس مش من اللي أنا عامله عشان حاجة، أنا عملته للهزار وللضحك مش أكتر والله العظيم. بعدين عملت فيديو بتاع الملك، بعد الفيديو بتاع الملك عملت أقوى كارت في مصر، وعملت إيه بقى؟ بقيت بخش في فكرة تانية. فكرة إيه بقى؟ إن أنا أجيب إعلان وأحاول أعمل نفس إعلان بالظبط، أجيب حاجة مثلا وأعمل زيها بالظبط. فيديو بتاع الملك شفت محمد رمضان مصوره ازاي، بدات اعمل زيه بس بسخريه، مش بقلس عليه، لا بقيت يعني بشوف نفس اللبس ونفس الستايل وابدا اعمل زيه. شفت اقوى كارت في مصر كان قاعد وفي حوض وكلام من دوت، فقلت اما اعمل حاجه قريبه من كده. فطبعا 2018 كلها كانت عباره عن كده لحد ما اوصل 100,000 ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله بيكو وصلت 100,000 على انستجرام. فقلت اول ما اوصل 100,000 هبدا اعمل فلوجات وبلوجات وافلام قصيره، وده انا وعدت بيه الناس كلها، وان شاء الله بدات اعمل في كده، ان انا ابدا اعمل فلوجات بشكل مختلف واعمل بلوجات بشكل مختلف، وابدا اعمل افلام قصيره مدتها دقيقه او دقيقتين صامته او فيها كلام بس تكون فيها رساله معينه او هدف معين لما تيجي تتفرج تفهمه. ده كان كل هدفي. 2018 بالنسبه لي اتعرفت فيها على ناس كتيرة جدا 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 جدا، ومن أول ما دخلت السوشيال ميديا اتعرفت على ناس كتيرة جدا 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 على السوشيال ميديا. بس الحمد لله يعني 80% منهم خرجوا. ما بقاش غير الناس الكويسة، الناس الصافية، الناس اللي بتحبني بجد، هي اللي فضلت معايا دلوقتي في 2019. فالحمد لله، وربنا يديم الناس دي في حياتي ويديم الناس الكويسة في حياتكم، ويبعد أي حد وحش من حياتك طلعه بره خالص خالص كده. وإن شاء الله 2019 تبقى أحلى بالنسبة لك، ويا رب 2018 تكون عدت على خير. وكل سنة وانتم طيبين وميري كريسماس.